عارف يعني ايه تفتح موبايلك وتلاقي مكتوب عليه صنع في مصر؟ مش بس تجميع، لا، تصنيع فعلي جوه ارضنا الطيبه. سامسونج، فيفو، نوكيا، اوبو ومصانع بتنتج ملايين الموبايلات في قلب مصر. طب ازاي ده حصل وليه العالم فجاه قرر يجي يصنع عندنا؟ خليني احكي لك الحكايه بس على طريقتي. سنه 2022 مصر كانت بتستورد موبايلات ب 1.7 مليار دولار في السنه، بعدها نزلوا شويه وفي 2022 حصلت الصدمه. تخيل واردات الموبايلات اتدهورت ل 343 مليون بس، وفي 2023 كانت 5 مليون بس. يعني حرفيا شبه اختفوا من الاستيراد، ودي ما كانتش صدفه، لا دي كانت خطه. البلد قررت تبطل تبقى مجرد سوق وتبدا تبقى مصنع. دلوقتي عندك مصانع موبايلات في العاشر من رمضان والعبور وبني سويف واسيوط، يعني من اول مصر لاخرها. سامسونج بتصنع موبايلات جالاكسي في بني سويف، فيفو عندها مصنع ب 20 مليون دولار في العاشر من رمضان، انفينكس بتطلع 2 مليون موبايل سنويا، نوكيا 2.5 مليون جهاز وبتصدر كمان، شاومي واوبو دخلوا في التصنيع المحلي، سيكو اول علامه مصريه 100% وبتصدر لافريقيا كمان، في موبايلات متصنعه في مصر بتتباع في رواندا واوغندا ونيجيريا. كل ده خلى واردات الموبايلات تقع. احنا كنا بندفع بالعمله الصعبه لبره، دلوقتي الفلوس دي بتيجي تدور جوه البلد، عماله مصريه، مصانع، استثمارات وتكنولوجيا. يعني مش بس موبايلات، دي نهضه كامله في صناعه التكنولوجيا. الدوله عملت كل حاجه عشان تسهل ده، تطبيق تليفوني بيراقب الاجهزه وبيمنع التهريب، اعفاءات جمركيه على القطع اللي بتدخل في التصنيع، اراضي للمصانع باسعار رمزيه، تدريب للشباب في الجامعات على الشغل الالكتروني. كل ده علشان التصنيع جوه مصر يشتغل صح، ونوصل في يوم من الايام ان يبقى الموبايل المصري بيتباع في العالم كله. مش هبالغ يا صديقي لو قلت لك ان مصر ممكن تبقى في يوم من الايام مركز اقليمي لتصنيع الموبايلات في الشرق الاوسط وافريقيا، ومش مستبعد كمان تكسر السوق الاوروبي قريب لو كملنا بالشكل ده. انا مش بنحكي قصه نجاح، احنا لسه في اولها، بس النهارده تقدر تقول بكل فخر انك ماسك في ايدك موبايل صنع في مصر، واولادك هيبقوا اول جيل بيصنع تكنولوجيا مش بس بيستهلكها. يعني مثلا موبايلي اللي بصور بيه الفيديو ده صنع في مصر. لو الفيديو ده خلاك تحس بقوه بلدك ولو بنسبه بسيطه، انزل قول لنا في الكومنتات انا واثق في الصناعه المصريه، وما تنساش تشيره وابعته لاي حد لسه فاكر ان كل حاجه لازم تيجي من بره.